يا مساء الفل عليكم. كذا حد سألني على زيت وسألني على الزيت اللي هو الاسبري ده. بصوا في السكشن بتاع الزيت هتلاقوا طبعا الزيت كله اهو، وهتلاقوا اللي هو الزيت الاسبري. في حاجات بقى للجريل زي كده تستخدموها وانتوا بتعملوا مثلا مشاوي وحاجات زي كده، وفي حاجات زي كده للحلويات. في حاجات للاكل عموما، في حاجات بزيت الزيتون اهي. وفي النوع ده للكيتو، حد سألني على حاجة للكيتو، فهتلاقوا كل الدنيا هنا اهي. بصوا في كمان ده اللي هو جوز الهند، كذا حد سألني عليه. على فكرة في ناس بتستخدمه للشعر، يعني قالوا احنا بنستخدمه للشعر فهتلاقوه برضو هنا. في كمان الزبدة اللي هي النوع ده. انا جربت دي قبل كده، عجبتني وريحتها حلوة. وطبعا انواع زيت الزيتون كلها هنا، وزيت الافوكادو اويل برضو موجود هنا، زيت السمسم. هتلاقوا اغلب انواع الزيوت موجودين هنا في المارت، هم كلهم في سكشن واحد. وكمان الزيت بتاع جوز الهند موجود، والتوابل برضو اهي موجودة. عايزة اوريكم نوع توابل بحبه جدا مع الستيك، مع برضو هقول لكم مع ايه تاني، مع الشاوي ده حلو قوي. بيكون موجود منه حجم اكبر فين بقى، في سامز، وتقريبا بنفس السعر. يعني بصوا السعر ده $5، هو هناك برضو بيكون بنفس السعر، بس الحجم الكبير بيبقى عليه عروض كتيرة، فبيكون حجمه كبير. وتقريبا اوقات بيكون فيه 2 منه، مش فاكرة بالظبط، بس عشان لما بجيب واحدة بتقعد معايا فترة طويلة. طبعا بعد ما بنعدي الزيوت بنلاقي الخل، عشان في ناس سألتني عن الخل الابيض ده الخل الابيض اللي احنا عارفينه. وده خل التفاح، عشان في ناس بتعتمده في الدايت، يعني بياخدوه مع ميه دافيه وحاجات زي كده. الناس طبعا اللي ما عندهاش اي مشاكل في المعده تقدر ان هي تعمل الطريقه دي، بياخدوا منه في الدايت كده على الريق ميه دافيه معاها معلقه من الخل اهو. سألتوني برضو عن الفانيليا اللي هي الليكويد اللي ما فيهاش اي كحول ولا حاجة. دي اهي في والمارت $2.08. بصوا اهي، ده سكشن الفانيليا كله. في ناس بتخاف ان يكون فيها كحول، فناس قالوا لنا دي ما فيهاش اي كحول، دي خالية من الكحول. هذا مكانها علشان تبقوا عارفينه. برضو بعد التوابل، يعني انا بحاول اعرفكم المكان. بعد التوابل هتلاقوا الفانيليا في نفس السكشن اهي. بصوا، والملح وكل الدنيا، وانتوا ماشيين هتلاقوا توابل تانية. بس كده حبيت بس اوريكم كام حاجه على السريع من اللي الناس طلبتها مني، وان شاء الله هحاول اصور لكم كل الحاجات اللي انتوا عايزينها في فيديوهات صغيره، علشان الفيديوهات ما تكونش طويله. اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات دي، ولو بتستفيدوا منها يا ريت يعني تقولي في الكومنتات، عشان التعب ما يروحش كده وخلاص. قولوا ان انتوا بتستفيدوا عشان نكمل مع بعضين.